ده ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ يا ابني انت غلبان يا ابني. ازاي تشتري عربيه باقل من ثمنها او حتى بثمنها، المهم من غير اوفر برايس. اكتر اماكن ممكن تتحقق فيها المعادله دي هي الايفنتات والمعارض. في 2015 حصل اكبر تجمع لمعارض عربيات جديده ومستعمله ومستلزمات السيارات، ونجح جدا، واكتر واحد استفاد منه هو المستهلك. المنافسه في السوق دايما بتكون لصالح العميل، وبعد انتظار كبير جدا للمره الثانيه في 2025 وبالاخص يوم 11/9 هيحصل اكبر تجمع لمعارض عربيات جديده ومستعمله وكل مستلزمات السيارات ومراكز الخدمه في مكان واحد، وده يخلي كل الخيارات المتاحه هتكون موجوده قدامك سواء في الاسعار او في الامكانيات بتاعه العربيه نفسها. وبعد ما تلاقي العربيه بالسعر المناسب ليك هتلاقي شركات تامين وتمويل وبنوك ومراكز خدمه كمان عشان الصيانه. كل مستلزمات السيارات. ايه ده ايه ده ايه اللي جابك هنا يا يا ابني؟ ابني انت غلبان يا ابني. احنا في عربيات كهرباء جايه يا ابني ده معرض بنزين. يا باشا انتوا الاثنين موجودين، وكمان كل مستلزمات السيارات وشركات التمويل. ولو انت عايز تقضي يوم انت والعيله، ما تقلقش عشان خاطر في فود كورت ووسائل ترفيه كتير جدا. هيبقى يوم جامد. والحدث الكبير ده يكون طبعا برعايه ابلكيشن اي في هاب. برضه انت والمكانس يا بتاعتك. عم سيبنا في حالنا، احنا عربيات الكهرباء خش عليها ابو والله الصحاب. حكايتك. هنستناكم احنا الثلاثه من 11 ل 15/9. اقوى ايفنت في مصر. نشوفكم على خير يوم 11/9. سلام.